هو ابن خالتنا وبنت خالتنا، وهو من ساعة ما اتجوزها وهي عايشة في حياة كرب خالص، وطول عمره مهددها، وطول عمره بيتعدى عليها، وطول عمره بيروح لها عند الشغل وبيقف لها. هو اللي انا عايزه اقوله لك ان ده بني ادم جاحد جاحد، وهي ما قدمتلوش غير كل معروف بحق الله. الشهاده الواحد يعني هيتحاسب عليها. قدمت له كل معروف، وطول عمرها شقيانه وبتروح تشتغل كانت وبتصرف على عيالها، وطول عمرها واقف لها بيستخسر فيها كل حاجه، حتى فلوسها كان بياخدها منها. رضا ما كانتش تستاهل النهايه دي. هي اللي كانت بتصرف على البيت، ما حدش كان بيصرف عليها ولا عيالها الا هي اللي كانت المعين ليهم. رضا علاقتها حلوه مع الناس كلها. هي جت من الشغل يا جماعه، جت من الشغل روقت غرفه عندها في البيت، لان هو كان مكسر لها البيت قبل كده، شالت الازاز والكلام ده كله وروقت غرفه في البيت عندها، وبعدين اتعشت هي وامها وعيالها، وراحت عامله ايه، وراحت رايحه نايمه. خبط عليهم لان هي بتنام بدري وبتقوم بدري عشان شغلها. خبط عليهم، عقبال ما جم يفتحوا الباب كان كسر عليهم الباب نصين. لو رحت صورت هتلاقي الباب مكسور نصين. دخل انهال عليهم بقى بدون اي سابق انذار وبدون اي حاجه، من غير وما بيتعاطاش اي حاجه، وما بياخدش اي حاجه، ولا عنده حاله نفسيه ولا اي حاجه من اللي ممكن تتقال دي. ده مدرك بيعمل ايه معاها كويس، اللي يرضي ربنا حقها. عيله زي دي ما شافتش حاجه في دنيتها لسه. وعيال زي دي لما تشوف المنظر ده، طفلتين صغيرين، الكبيره 11 سنه، طفلتين لما يشوفوا المنظر ده، وقاسوا ياما معاه قدام مامتها، قاسوا ياما وشافوا ضرب وشافوا اهانه وشافوا حاجات ياما. لما يشوفوا منظر زي ده يعني هنقولوا ايه؟ بس حسبي الله ونعم الوكيل.